الدونر او الكباب اللي مكسر الدنيا ترند الفترة دي، قلت انا كمان اجربه واشوفه هل فعلا زي ما بيتقال ولا لا. لقيته الطريقة سهلة جدا والطعم حكاية، بجد بجد يستاهل التجربة. يلا بينا علشان يشوفوا بتتعمل ازاي، بس يا ريت ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب. بصلتين كبار وحطيتهم في الكبة ومعاهم ملح وفلفل اسمر، بصل وتوم باودر، بابريكا وكزبرة وكاري وكمون وشطة، معلقتين زيت ومعلقتين خل ومعلقة ونص كبيرة زبادي ومعلقة صغيرة من التوم. هفرمهم كلهم كويس. وبعد كده زي ما احنا شايفين من كل حاجة من التوابل نص معلقة كبيرة. تمام. بس وبعد ما هفرمهم، اللحمة دي كيلو من اللحمة، التوابل والبصل ده المقدار بتاع كيلو من اللحمة. واللحمة يفضل ولازم تبقى فيها مادة دهنية زي دهنة او ليا. واحنا بنفرد كده نخلي بالنا علشان برضو ورق الزبدة من فوق ما ندوس عليه يتقطع. الفرد فيه سهل جدا ولكن احنا نخلي بالنا. بس انا هشيله دلوقتي وزي ما احنا شايفين بيتشال سهل جدا. هجيب دلوقتي اي صينيه ما فيهاش ماده دهنيه وهقفل كده رول زي ما احنا شايفين، واحطها في الصينيه واحطها في الفرن. طبعا الفرن بتكون شغاله، بتاخد معانا في الفرن تلت ساعه بس. وبعد كده زي ما احنا شايفين دلوقتي بنشيل الورق سهل جدا جدا. انا عملت معاها السلطة، حطيت خس وحطيت طماطم وفلفل وكمان حطيت بصل. وطبعا ده بيكون اختياري، حطي في السلطة الانواع اللي انتي بتحبيها. وعملت كمان توميه، ما حطيتش المره دي في الساندوتش دوت، انا ما حطيتش مايونيز. عملت توميه في البيت، قلت اجربها برضو بالتوميه، لقيتها فعلا جميله جدا. والعيش انا ما جبتش عيش من بره، انا عملت عيش تورتيل. انا قبل كده كنت عامله عيش التورتيل ده و ومنزله الوصفه فيه في الفيديوهات. فلو عايزه تشوفيه ادخلي في ستوري شورت وهتشوفيه. انا قلت بصراحة اعمل الساندوتش كامل متكامل من كل حاجة اعملها في البيت واشوفه. وكمان كنت مخلله فلفل وحطيته، ممكن بدل الفلفل تحط خيار تحط زيتون، مش عايزة موالح خالص، دي طبعا برضو بتكون اختياري. احنا بنقول الوصفة الاساسية وبعد كده بقى الوصفات اللي بعد كده او التاتش بعد كده اللي انت عايزاه تحطيه، ده حاجة زي ما انت عايزة. بس كده حطيت التومية حطيت السلطة، وبعد كده هجيب من الدونر او الكباب وهحطه. برضو بتحطي الكمية اللي تعجبك، بس بجد بجد الساندوتش دوت يستاهل التجربة. وهحط الفلفل من الفوق وهقفله رول وكده خلاص. انا بعد كده جبت طاسة ومن اللي هي طاسة الجريل، وحطيتها برضو طبعا من غير ما اي مادة دهنية، وحطيتها على البوتاجاز وحطيتها. بس طبعا ما خدتش معايا دقايق وعطتني اللون اللي احنا شفناه في البداية وهنشوفه دلوقتي. هنعمل ساندوتش تاني وكده الوصفة بتاعتنا خلصت. بجد بجد جربوها، حلوة جدا جدا جدا. بس كده وبكده الوصفة بتاعتنا كده خلصت. وبكده خلصت وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم. انا برضو قلت اجرب كده، طب احط كده في ساندوتش كاتشب. حطيت من فوق كده لقيته فعلا حلو جدا، يعني برضو لو عايزة تحط كاتشب حط كاتشب. وبكده خلصت وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم.